لازم تعرفوا باللي نعمة الأمن والأمان ما جاش صدفة في الجزائر ولا على طريق خاتم سليمان، ولا جات بفضل تضحيات رجال القوات الخاصة جيش. لازم تعرفوا باللي نعمة الأمن والأمان ما جاش صدفة في الجزائر ولا على طريق خاتم سليمان، ولا جات بفضل تضحيات رجال القوات الخاصة جيش. نتمنى من بعض الناس ما إذا جبل الونشريس أو الورسنيس بوجه ثقيل في قرى خراربة ومكناس وحد شكالة. كان الناس حول موائد الإفطار البسيطة، حساء دافئ، كسرة يابسة، وضحكات أطفال تنتظر لحظة الأذان. لا كهرباء هنا، ولا ماء جار، ولا هاتف، مجرد بيوت طينية متناثرة على المنحدرات بعيدة تربطها بالعالم، دروب ملتوية لا تسلك إلا على ظهور الحمير والبغال. لم يكن أحد يعرف أن الموت بوجهه أكثر وحشية. كان يصعد الجبل في صمت من بين الضباب. تقدمت مجموعة مسلحة بقيادة سريغني محمد المكنى بأبو يعقوب من الجماعة الإسلامية المسلحة تيار زوابري. جاءت من منطقة بوغرة والأربعاء وسرغزلان. كان عددهم في البداية 60، لكن 34 منهم أعدموا على الطريق برصاص رفقائهم فقط لأنهم رفضوا المشاركة في المزارع المبرمجة. حين وصل الباقون لم يكن في قلوبهم سوى سواد مطبق. طرقوا أبواب البيوت بفؤوس ثم حطموها واقتحموا داخل البيوت بالسيوف والفأس والمعاول. كانت أدواتهم لم تطلق طلقة واحدة. النساء، الأطفال، الرجال ذبحوا جميعا، حتى الحيوانات لم تسلم. من الغروب حتى الفجر تحولت القرى إلى صمت مميت تتخلله صرخات متقطعة تتلاشى في ضباب البيوت. البيوت أحرقت، الجثث ملئت الأزفة، والدماء سالت كجداول بين الحجارة. قبلها بيومين في 29 ديسمبر كان دوار ولاد سحنون قاد الهجوم رجل يدعى أبو الحارث من بوغرة. دخلوا البيوت واحد تلو الآخر. لم يكن هدفهم القتل فقط، بل خطف الفتيات أيضا. إحدى الناجيات سينواوكا روت كيف اقتيدت مع 10 فتيات أخريات بعد أن أرغم المسلحون فتاة مخطوفة تدعى باعين على أن ترشدهم إلى بيوت القرى. كانت أعمارهن بين 16 و20 سنة. بختة 16 سنة، بالصحراوي فاطمة 17 سنة، بالصحراوي عمرية 17 سنة، بالطيب خيرة 17 سنة، بالطيب العيدية 16 سنة، بالطيب هودة 19 سنة، بالطيب عائشة 20 سنة، بوطبل خيرة 17 سنة، بوطبل فاطمة 17 سنة، عبد القادر فاطمة 17 سنة. كان ما يسمونه جهاد في تلك الليالي خليطة من سفك الدماء والاعتداء الجنسي، حيث كان القتل يتغذى من الشهوة المريضة، وكان الفعل أكثر من مجرد جريمة. كان طقسا شيطانيا يترك الدم محفورا في الذاكرة إلى الأبد. في 5 جون في 1998 جاء الدور على عين طارق وسيدي معمر وقيل أحد شكاله. المشهد تكرر، القرى تباد، البيوت تحرق، والليل يبتلع الصرخات. بعد المجزرة وصل بعض عناصر الجيش الإسلامي للإنقاذ، وعادوا الناجين بمعاقبة القتلة، وصوروا الجثث قبل أن تدفن. هذه الصور بعد سنوات ظهرت في فيلم وثائقي للمخرجة فوزية فقيري، عرض على قناة فرانس 3.
وفيه شهادات تائبين وناجين منهم دال نبيل وسين عين لخير المسؤولين عن المجازر كما حددهم الشهود: أبو الحارث بوقرة بليدة، أسامة ثنيت الحد تسمسيلت، بوراج الجفال رياح لقبه يعقوب بوقرة بليدة، جليبيب زبير من تيارت، زبير من غليزان، زكريا سريغني محمد لقبه أبو يعقوب بوقرة بليدة، طاهر لقبه معاوية من حمام الوان البليدة، طلحة عبد الجبار من لجشلف، عبد الله عكاشة القعقاع ومدعو نوح كذلك. كما أن هذه المجزرة كانت تدخل كان في بعد ليلة، يعني فات الليلة الأولى في دوار العجامة في سوق الحد بجانب تدخلنا نحن الفوج 96 للشرطة العسكرية التابعة للقوات الخاصة. وبعد أن اكتشفنا هذه المجزرة الرهيبة بدأت وحدات الجيش الوطني الشعبي بالانتشار في المنطقة. بسم الله. قصة ثانية، يعني كي نعلم متتبعي الكرام أنني مانيش رايح نروي كل ما في الكتاب، لأن الكتاب طويل بزاف. هذه المرة راه فيه 260 صفحة، يعني حفاظا على الاتفاق مع المطبعة ما نقدرش نروي كل ما جاء في الكتاب، نروي البعض منه فقط تكريما للمتتبعين. هذه القصة تاع لاله فاطمة. كانت الجبال في التسعينات وطنا للدم، وديان المدية والبليدة تبتلع القرى وتلفظها خرابا، فيما تختبئ المجموعات المسلحة بين أشجار البلوط والصخور. المجموعات المسلحة بين أشجار البلوط والصخور كذئاب جائعة. لم تكن النساء في البداية سوى أيادي خادمة تعجن وتطبخ تنظف وتداوي الجرحى، لكن الحرب تغير، الأدوار بسرعة تغيرت كذلك، واليد التي تغسل الدم قد تتعلم كيف تسيله كذلك. تندرج الأمر من خدمة البيوت إلى حراسة السبايا اللواتي خطفنا من قراهن بعد المجازر، ثم إعدادهن للزواج مؤقت أو اغتصاب مغلف بفتاوي. بعد ذلك جاء دور الخطف، امرأة تقترب من طفل أمام المدرسة وتقول له إن أمه أرسلتها فيسير معها إلى حيث لا عودة. ثم اكتشف القادة أن المرأة أقل إثارة للربا، فدربوهن على القتل بالسلاح الأبيض وإطلاق النار عن قرب. في مطلع 1994 التحقت لاله فاطمة بزوجها دالرة إلى معسكر تدريبي في بعاطة ولاية المدية. حياتها هناك كانت طاعة وصمتا، خبز على الحطب، غسل قدور سوداء من الدخان، ورعاية الجرحى بعد أمين. اتهم القائد صحيب زوجها بسرقة بعض الأغذية. محاكمة سوريا رصاصة واحدة وانتهى الأمر. لم يسمح لها بالبكاء، حتى قال أحدهم بلهجة حادة: الهروب موت هنا، موت هنا، أمامك الوحيد بعد العدة. أصبحت السرية قاتل. هذا الأمير هو من قتل زوج هذا لاله فاطمة. ثم انتقلت معه إلى أزرة، حيث يقود أبو عمر معسكرا نسائيا فيه 15 إرهابية متطوعة أعمارهن بين 19 و 36، يتبعن عجوزا اسمها لاله خيرة في 65. فقدت ابنيها في الجبال وزوجها وزوجت بناتها 3 لأمراء. في إحدى الليالي حول نار ضعيفة قالت لاله خيرة بنبرة حادة: سكينك أقوى من كلاشين لرجل، لأنك تقتلين وأنت لا يشتبه بك. كان لمعان النصال يرقص على وجوه الحاضرات. سرعان ما انتقلت لاله فاطمة من الطبخ إلى الدم. زرعت قنابل في المدية والبليدة والبروقية، وأحرقت محلات ومدارس، وشاركت في قتل نساء وأطفال. اعترفت ب3 مجازر رئيسية: مقطع الأزرق، ولاية البليدة، 8 قتلى منهم 3 نساء ذبحن بيدها.
دوار بدرانة ولاية مدية، امرأة عجوز وطفلان قتلوا في بيتهم وسط رائحة دخان. دوار نشاشبة ولاية مدية، 10 قتلى بينهم ثلاث نساء والشابة صغيرة. كانت تروي ذلك وكأنه عمل يومي. الذبح صار عاديا. الوحشية لم تكن نهاية المطاف في المعسكرات. الخلافات تحل بالإعدام. أي تلميح للتوبة يعني الموت. حتى التائبون الذين أفرجت عنهم الدولة كانوا يغتالون مع عائلتهم. في مجزرة فريحة سبتمبر 1997 قتلوا 47 شخصا لخطفوا شابات وفخخوا جثة لقتل من يحاول إنقاذها. حين أعدمت لالا ليلى إحدى زميلاتها على يد الأمير، أدركت لالا فاطمة أن الدور سيأتيها. لم يعد لها أحد يحميها، فهربت في ليلة مظلمة. تسللت بين الأشجار حتى وصلت إلى قوة الأمن في ولاية المدية وسلمت نفسها. مشهد التحقيق. الغرفة كانت باردة، ضوء أصفر يتدلى من السقف وصوت المروحة يقطع الصمت. جلست لالا فاطمة على كرسي خشبي، يداها مكبلتان وعيناها لا تجرؤان على النظر إلى المحقق مباشرة. المحقق رجل في 50 سنة في عمره، قلب ملفا سميكا أمامه وقال بصوت هادئ لكن حاد: اسمك الكامل فاطمة دالرا. ألقابك في الجبل. كانوا ينادونني لالا فاطمة. توقف لحظة، نظر في عينيها. كم مرة حملت السكين على رقبة إنسان؟ تنفست ببطء ثم قالت: 3 نساء في مقطع الأزرق، وامرأة عجوز وطفلان في بدرانة، وامرأة أخرى في نشاشبة. لماذا؟ كان أمرا ولم يعد يهم بعد. أول مرة السكين تصير خفيفة مع التكرار. فتح المحقق صورة لمجزرة تفريحة، جثث متفحمة، نساء مقطوعات الرؤوس، 11 امرأة. كنت هناك؟ نعم. فخخنا الجثث لتقتل من يحاول إنقاذها. هل ندمت؟ صمتت طويلا ثم تمتمت. ندمت حين بدأت أرى زميلاتي يذبحن رفقائهن. عرفت أن دوري قادم. أغلق المحقق الملف وقال: كل ما قلته سيكتب، لكن دم من ذبحتهم سيظل في عنقك حتى لو مسحت الأرض. جلست لالا فاطمة في الزنزانة تلك الليلة، تسمع صدى السؤال الأخير وهو يطاردها. ربما كانت الجبال قد ابتلعتها يوما، لكن ما ارتكبته سيظل يعلو فوقها كظل يمحوه أي فجر. المسلحون وسط الفارين يدخلون الثكنة على أنهم ناجون، ثم يستولون على الأسلحة. لكن الخطة انهارت حين أطلق أحد المسلحين المتخفين وسط الحشود النار على حارس الثكنة قبل الوصول، كشف أمرهم وفشلت محاولة التسلل. حصيلة المجزرة كانت مرعبة: 228 قتيل، منهم 98 ذبح بين الضحايا، 90 امرأة و54 رجل و54 طفلا و30 راضعا. خطفت 30 شابة، لم تنجي منهن إلا 2 جيمكا ودالسين اللتين هربتا في الظلام واختبأتا في بساتين حتى الصباح. القوات الأمنية شنت حملة تمشيط واسعة بعد المجزرة، مما دفع عناصر المسلحة للانسحاب إلى مرتفعات بوغرة، حيث ظلوا هناك متحصنين أكثر من شهر وقوات الجيش والأمن تحاصرهم. بسم الله. تسجيل آخر. ولد عنتر زوابري في 10 مايو 1970 بمدينة بوفريك، وسط عائلة عادية ظاهريا، لكن شيئا في عروقه كان مختلفا. كان شقيقه الأكبر علي أحد مؤسسي جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي البذرة الأولى التي ستشق لاحقا طريقا مظلما نحو التطرف. ورغم ذلك لم يعرف عن عنتر زوابري أي توجه ديني أو التزام ظاهرا، بل كان صامتا منطويا يحمل في عينيه شيئا من البرود اللافت. مع بداية التسعينات ومع اشتعال الساحة السياسية في الجزائر، أدى عنتر زوابري خدمته العسكرية بثكنة ما، لكنه لم يكملها. في عام 1992 فر إلى الجبال ليلتحق بما سيعرف لاحقا بتنظيم الجماعة الإسلامية المسلحة. لم يكن قائدا ولا حتى مميزا، مجرد عنصر، إلى أن شيئا فيه لفت أنظار أمراء الجماعة
قلبه المتحجر. يقول أحد التائبين: كلفناه ذات مرة بحراسة شرطي مختطف، حين عدنا لم نجده. قال لنا ببساطة إنه فر. بعد أيام اكتشفنا الحقيقة، كان قد أضرم فيه النار وهو حي، حتى تحول إلى رماد. بعد سلسلة اغتيالات دخل التنظيم نفسه وصل عنتر زوابر إلى القيادة سنة 1996 خلفا لجمال زيتوني الذي قتل على يد مجموعة من المنشقين. ومنذ تلك اللحظة قتل على يد المجموعة من المنشقين. منذ تلك اللحظة تغيرت قواعد الدم. أعلن عنتر زوابري فتوى عموم الردة، وكل من لم ينضم للجهاد مرتد على حسبه يستحق الذبح. توسعت الأهداف لم تعد الدولة وحدها عدو، بل الشعب بأسره. المجازر بدأت في الرايس، حيث قتل المئات في ليلة واحدة. تلتها مجزرة الرمكة كذلك، ثم وولاية غليزان ذبحت عائلات بأكملها. شرد الأطفال، اغتصبت النساء، ثم قتلنا حتى الرضع لم ينجو. في الجبال كان يقال إن عنتر يتلذذ برؤية الدم. قساوته لم تكن تقتصر على المدنيين، بل على عناصره. أمر ذات مرة بحرق أحد رفقائه لأنه عبر عن تردده في قتل امرأة. من خلال شهادة عاصم أبي حيان أحد المنشقين الكبار، نقلت صورة قاتمة عن عنتر، ووصفه بأنه جاهل متوحش قليل الورع عديم الأدب. وقال: رأيت رجلا يفترض أنهم مجاهدون يذبحون أطفالا ثم يبكون في الليل. أما عنتر فكان لا يهتز له، ولم له جبين، ولم يكن يؤمن بشيء سوى بالدم. أصدر عنتر فتوى داخل التنظيم تعرف بفتوى المصلحة، أباح فيها قتل الزوجات إن خشي عناصره وقوعهن في الأسر. طبقت الفتوى أكثر من مرة، ذات مرة حين حوصر مع زوجته وابنه في جبل زكار قتلهم بيده حتى لا يؤسروا. مع بداية الألفية الجديدة بدأ نجم عنتر يخبو. لم يعد له تأييد شعبي ولا حتى داخل التنظيم. انفض عنه الكثيرون، وقتل البعض الآخر من رجاله. بعضهم البعض. أصبح شبحا متخفيا يبدل مظهره، يحمل جواز سفر مزور وكمية ضخمة من الفرنك الفرنسي، يستعد للهرب إلى فرنسا. في ليلة شتوية من فبراير 2002 تواصل عنتر ورجاله مع تاجر العملة في بوفاريك، راغبين في تحويل الفرنك إلى اليورو. لكن رائحة الغدر انبعثت من ملامحه. التاجر كان يعرف من هو أبلغ مصالح الاستعلام والأمن. خلال أيام حدد المنزل نفذت العملية بمشاركة القوات الخاصة للجيش الوطني الشعبي المتمثلة في الRPC 18 RPC والجيس. النخبة حاصروا المنزل وزراعة الألغام في الباب، ففجر بالدبابة، ثم خرجت البتيار صغيرة. اشتبك عنتر ومن معه بأسلحة بدائية، مسدسات بريطة وسميت أندويسين وقنابل تقليدية انتهت صلاحيتها. سقطوا جميعا، ثم لم تصب القوة المهاجمة إلا بجروح طفيفة. أصيب بنيران صادقة أثناء قيامه. مجموعة من الجيش تم رميها من طرف مجموعة من المظليين القوات الخاصة الصادقة. في صباح بارد من شتاء 1994 كانت السحب الرمادية تلف جبال الونشريس بولاية سمسيلت في قلب غابات كثيفة لا تخترق إلا بصوت الرصاص أو هدير الطائرات. بدأت إشارات غريبة ترد إلى مخابرات الجيش الوطني الشعبي. تحركات غير اعتيادية، قوافل عسكرية تصل إلى الوديان ليلا، ومراعي تتحول إلى ثكنات غير مرئية. كان الجنرال من قيادة العمليات الخاصة يتابع بالصمت، وكلما زادت التقارير تأكيدا أدرك أن شيئا ضخما يتحرك. الصور الجوية تظهر تحسينات في وادي الرخام، المعسكر الكبير. ثم قال:
أومأ الجنرال ثم قال: بدأوا يحلمون بدولة وسط الغابة. حان وقت كسر الحلم. في عمق غابة وادي الرخام تمركزت كتيبة ضخمة قوامها أكثر من 500 مسلح، بينهم مقاتلون من أفغان الجزائر بقيادة جعفر الأزرق وعبد الحق العياضي. كانت الجماعة الإسلامية المسلحة قد نقلت عناصرها من المدية وعين دفلة وتيرت، وأرادت جعل سلسلة إمارة قتالية دائمة. أقاموا خنادق وخزنوا الأسلحة ونصبوا كمائن وجهزوا مدافع هاون محلية الصنع، وكانوا بانتظار ساعة الهجوم على الغرب الجزائري. في فجر يوم الاثنين أطلقت عملية العقرب في السماء. كانت طائرة المي 124 تحلق ترسم دوائر كأنها تبحث عن فريسة على الأرض. تحرك الفوج 18 مظلي مغاوير من بني مسوس بالجزائر العاصمة، ومعه عناصر من الوحدات الخاصة للتدخل للدرك الوطني والأمن العسكري المختص بمكافحة الإرهاب. لا أسرى لا أصوات تغلق عليهم من جهات الأربع. أمر الضابط بدأ الإنزال الجوي إلى قمام الجبال من طرف مظلي القوات الخاصة للفوج 18 مظلي مغاوير، ونصبت الكمائن على مسار التسلل وبدأت الحرب. انفجر الجحيم في قلب الغابة. الرصاص ينهال من كل صوب. المروحيات تطلق نيرانها على تجمعات مشبوهة، والإرهابيون يردون برشاشات الكلاشينكوف وبنادق هجومية. تحول وادي الرخام إلى بحر من الدخان والدم، واختلطت صيحات التكبيرات مع صرخات الاحتضار. كان جعفر الأزرق يصيح وسط معسكره: إنها القيامة. القوات الخاصة تنزل من السماء، لكن الموت جاءه من الخلف. عند غروب اليوم الثاني وقعت المجزرة الحقيقية. استدرجت وحدات الاستطلاع الإرهابيين إلى ممر ضيق مزروع بالقناصة والعبوات المتحكم فيها. سقط أكثر من 80 إرهابيا في ساعة واحدة. الناجون تفرقوا، حاولوا الفرار، لكن القوات الخاصة لاحقتهم في الوديان. حتى آخر رصاصة تم القضاء على أكثر من 300 إرهابي، بينهم قادة معروفون. جعفر الأزرق قتل برصاص قناص. عبد الحق العياضي فجر مع مجموعة كاملة بقذيفة. عبد الحق العياضي بقذيفة الار بي جي. عز الدين وليتيرت أبو أنس المدعو العقرب الأسود كذلك تم القضاء عليه في هذه العملية. كما استشهد في العملية حوالي 60 جنديا أغلبهم من القوات الخاصة، ودفنوا في جنازات عسكرية مهيبة. بعد أسبوع من العملية نشطت القوات المرابطة في تلك المكان الغابات بالكامل. وجدوا مخازن ضخمة للأسلحة، كهوف للتحقيق مع الجية، خاصة بالكهوف للتحقيق التي أنشأتها الجية أي الجماعة الإسلامية المسلحة، وحتى مطبعة سرية لطبع البيانات. قال أحد الضباط وهو يمسح عرقه: لم يبق من الإمارة إلا الرماد واسم واحد، وادي الرخام، ملحق أهم وحدات الجيش المشاركة، وعلى رأسهم ورأس التشكيل الفوج 18 مظليين مغاوير بابن مسوس، والوحدة الخاصة للتدخل الجيش للأمن العسكري، والوحدة الخاصة للتدخل الدرك الوطني لمكافحة الإرهاب. كما شارك كذلك الضباط من الناحية العسكرية الثانية والأولى، ولم تذكر أسماءه رسميا. قيادة العمليات الخاصة تحت إشراف هيئة الأركان. شكرا. بهذه المناسبة نترحم على ضحايا العشرية السوداء كلهم، سواء من الجيش الوطني الشعبي بمختلف تخصصاته، أو الأمن الوطني الشرطة، أو الحرس البلدي والوطنيين، يعني نترحم عليهم ترحما، والله يشفي اللي باقيين. ونتأسف لتعامل الدولة مع هذا الصنف اللي ضحى بكل ما يملك. في نهاية المطاف راح ضحية أكاذيب، ضحية مغالطات، وضحية وعود كاذبة، وضحية قوانين بالية. يعني قانون 75 عندما كان العسكري يحرس بالعصا يطبقوا على العسكري، كان في حرب يقولون ندير لك، لازم دير خبرة طبية ولازم حتى يثبت يعني المرض تاعو. يا أخي، المرض النفسي راهو أكثر من الأمراض، من الجروح. كاش اللي يخدم حرب وما ينظرش.
نتأسف يعني مسميين الجيش الوطني الشعبي السليل الجيش التحرير الوطني، ولكنه في المهمات فقط، وعندها في الحقوق ما يصبحش السليل الجيش التحرير الوطني، يعني أصبح شخص آخر ينحو لك هذه الصفة. في نفس الوقت جيش التحرير الوطني استفاد من كل الحقوق، سواء شهداء أو مجاهدين. يعني جيب شهود فقط يخدموا فيش كومينال ودي حقك عادي. احنا كيما يقول لك بالأدلة والبيانات والطيارة تصور وكلش كاين وتدي له كلش، يقول لك دير لي خبرة طبية. عاد من دير خبرة طبية عند طبيب والله عمره ما تيرا حبة رصاص ولا بات برا، ما يحس بالجمرة غير اللي كواتو. مستحيل واحد ما يخدمش خدمتك اللي يعرف قيمتك، اللي يعرف قيمة التضحيات تاعك. هذه من المستحيلات السبع هذه. يعني نتأسف كثيرا ما صبنا ما نهضروا يعني سواء ندافعوا على متقاعدين أو مشطوبين أو معطوبين. يعني خاصة قضية المشطوبين، يعني الإنسان كان خدام حتى تجيه الرادياسيون بعد تسميه مشطوب لأسباب كذلك هذيك ولا تضغطوا باش يدير دوموند رادياسيون. يعني نتأسف يعني التعامل هذا. نتمنى كما الدولة تراجع حساباتها مع هذه الفئة.